يا رب ما يلاقوني، يا ريت يذهبوا ويمشوا ما يدوروش عليا كتير عشان الحق اروح لوردي. ارجع على الحج كامله كله لاقي في دور عليا ويلاقوني. انا ما عارفاش هم عايزين مني ايه لما هم خدوا الذهبات. ما اعرفش ارجع على الحج كامل ولا اعمل ايه دلوقتي. يا رب يمشوا بقى وما يدوروش عليا كتير. انا ما ناقصاش، انا في اللي مكفيني. بقول لك ايه، اطلع عند الدور التالت كده دور فيه وانا هدور في الدور دي. يا رب. لو ان الواحد مش متفائل زي النور ديت جايد العمارة مسكونة والله اعلم بيه، لكن الواحد خايف يخش. يا رب ما يجي، يا رب ما يخش. بس لازم انا اخش ادور، يعني هعمل ايه يعني؟ اضيع المصلحة من يدي؟ يا اخي مش حرام عليك مش انتوا عايزين مني ايه تاني؟ تاجر سمعت الصوت. لو انت هنا اطلع ما تخافش مش هأذيك، بس لو انت ما طلعتش هأذيك. هدور عليك واجيبك لو انت تحت الارض دي. سامعانا ولا لا؟ قلبي بيدق قوي. مستغرب انا النور ده جاي ازاي في العمارة المفروض محدش قاعد فيه. اخش هناك ده اشوف الواد سيد بيرن علي، معقول يكون لقاهي؟ يا سيد لقيتها؟ وقف على السلم عندك لا تنزل. لقيتها يعني؟ سمعت نكش من شويه وصوت عيل صغير، اكيد هي. يلا روح وقف على السلم بسرعه تفلت مني. خلاص ماشي يا مسهل، خليها تنزل كده انا واقف لها اهو. يا رب ما يجي ناحياتي، يا رب كن كويس يا رد يا ولدي، يا رب كن كويس يا ولدي، يا رب الحقك يا ولدي ما يكونش حصل لك حاجه. تليفون بيرين، يا ريت ما يكونش سمعه وهو بيرين. الحاج كان، ايوه الحاج كان. ايوه يا رحاب، انت فين يا رحاب دلوقتي؟ الجو جايبها شتا على اخره، انت فين دلوقتي؟ انا جايلك في السكه اهو. يعني انا في العماره المسكونه. وايه اللي وداك العماره المسكون؟ ما هو اللي حصل ان في يعني شباب كده بتجري وراي. ما اعرفش في شباب كده خدت السلسله من الدهب اللي انت بديها لي وعماله تلحقني. انت بتقول ايه؟ انا جايلك اهو تخليك مكاني. ما انا في العماره، انا اروح فين؟ ما واقف اللي برا. طب خليك مكانك، اجيلك اهو وحكي تتحرك من مكاني. انا كنت هجيلك بالعربيه ولقيت العجل كله نايم، ما اعرفش ايه الحظ ده. انا جايلك اهو يا رحاب، ما تخافيش يا حبيبتي. انا ما خايفاش يا حاج كامل غير على ولدي، اتاخرت عليك اهو خايفه يكون راح مني. ما تخافيش، انا خلاص كل 5 دقايق واكون عندي. ماشي يا حاج كامل. سمعت الصوت؟ قلت لك سمعت صوت تليفون بيرين. يا رحاب الحقني يا حاج كامل. اللي بيحصل يا رحاب، اللي بيحصل. هيلحقك مني يا حلو، محدش هيعرف يلحقك مني. هو حد فيكم المس؟ سامعني يا رحاب. هو من اللي بيصوت في التليفون ده زوجك؟ اسمع انت، هو اللي يلبس شبه اجله. سمعت ولا لا؟ حلو التليفون دي. الحقني يا حاج كامل. انت هجد حتى هو اديكم اللي انت عايزينه، بس ما تبصهاش واديكم اللي انت عايزينه. لو عايزين مليون جنيه اديهولكم. والله لو عايزين مليون جنيه تدولنا؟ حركه قديمه قوي. شويه يقول اللي هيمس هعمل فيه واسوي، شويه يقول هتدينا مليون جنيه. والله انا عندي كلمه هديكم اللي انت عايزينه كله، لو اكتر من مليون كمان هديكم، بس ما حدش يمسها ولا يقرب لي. قفل الخط يا عم، انت بتسمع له؟ ملوش لازم الكلام. لا ما تقفلش الخط، الله يبارك لك. ما تمسهاش، انا بقول لكم هديكم اللي انت عايزينه، بس ما تمسهاش. الظاهر ان هو بيضيع وقتنا كده على ما يجي. استنى بس على، انا عايزه يسمع صوتك دي وهي بتعيط. انت كده عايزه يعيط كده؟ هو كده بيعيط. يلا خلينا نخلص عليه. يا اخي الله يبارك لك، بقول لك هديك اللي انت عايزه، بس ما تمسهاش. ليه ماسك سكينه وعايز يموتني يا حاج كامل؟ لو انت بس هجيبكم انت تحت الارض دي وقتلكم. سمعت ما ولا؟ بقول لكم ما حدش فيكم يمسي. انت لسه ما جاتش ليه يا حاج كامل؟ جايلك في السكه يا رحاب، ما تقلقيش. جايلك في السكه يا حبيبتي، اوعكم حد يمسي. انا بقول لكم هديكم اللي انت عايزينه، بس ما حدش فيكم يمسي. هديكم اللي انت عايزينه، لو عايزين 10 مليون، لو عايزين 50 مليون هديكم. كده وسعها قوي. جمالك ده جمالي. ابعد عني يا زين مني، مش خدت الدهبات. بس الطواقي بس والجمهور هيقول لك على حاجه. انجز يا عم انت قبل ما يجي. حرام عليك يا عم، قلت لكم يا كفار سيبوه حرام عليكم. سهل ماله، خليك سهلك دي. عايزين مني ابعد عني. شكلك دي مش هتسلك كده وهتضيعني. هتخلص يا ابني قبل ما يجي، وعلى كده ما خلص عليها وخلاص. اوعى. بقول لك كل حد يقرب لي اقتله، اوعكم حد فيكم يقرب لي. ابعد عني. نبعد عنك ايه، خليك حلوه امال. قلت لكم مش هسيب حد فيكم عايش. ابعد يدك عني تموت. الحقني يا حاج كامل. خلاص كنت عملتكم ايه؟ انت فين يا رحاب؟ خلاص يا ابني، انت شكلك دي جه. الحقني يا حاج كامل. انت فين يا دور يا رحاب؟ انت فين يا دور؟ يا ابني شكله جه العماره خل. انت كل اللي انت عايزينه كله، انت كل اللي انت عايزينه، بس ما تزهقش. ابعد عني، انا في الدور التاني يا حاج كامل. والله انت كل اللي انت عايزينه، والله ما بضحك عليكم، والله ما بضحك عليكم، انت كل اللي انت عايزينه كله. اوعى دي. يلا بسرعه، يلا خد البيت خلينا نمشي قبل ما يجي. انت فين يا رحاب؟ يا حاج كامل. عملت فيها يا كفره.
عملت لكم عشان تعملوا فيها كده. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا حبيبتي، هتبقي كويسة يا حبيبتي، ما تخافيش. ده كله بسبب غباء، قلت لك نقتلها ونمشي على طول. الحق بنتنا حاج كامل وهرب، الحق بنتنا وهرب يا حاج كامل. انا كده ضربت بالسكينة يا حاج كامل وجنب قلبي. الحق بنتنا يا حاج كامل وهرب. كده هنضطر نقتله هو كمان. هرب يا حاج كامل. مش هسيبك يا رحاب، انا حقك يا رحاب، ما تقلقيش. سيبوني الحق، سيبوني الحق وسيبوا بنت. انا هديك كل اللي انتوا عايزينه بس سيبوني، هديك كل اللي انتوا عايزينه. وهات بنتي، هات بنتي وسيبوني الحق. لسه في يدنا نصلح اللي حصل، وهديك كل اللي انتوا عايزينه بس هاتوا بنتي وسيبوني الحق. يبقى انت بتحلم، انت هتحصلها يا حلو. الله يبارك لك، ما تضيعش وقت وسيبوني الحق. حط البت واشيلك، مش تقدر عليها ولا ايه؟ بقول لك هكسك يا جدع انت. انا بقول لك هديك كل اللي انتوا عايزينه بس سيبوني، والله هديك كل اللي انتوا عايزينه بس سيبوني. سيبوني الحق وما تضيعش وقت. شكلك ده مش قادر عليه. حرام عليك يا كفر، عملت لكم ايه عشان تعملوا فيها كده؟ عمل لي فيها فتوه. عملت لكم ايه قول لي؟ انا هخلص عليه. هسيبني يا حاج كامل. وامسك يدي ليه سيبني؟ حاج كامل. اللي فيها فتوه. عملنا لكم ايه يا ابني؟ مسكت يدي ليه؟ سيبني اخلص عليه اللي عامل لي فيها حمش دي. رش ذوق، ما فيهاش حاجه حكت لنا واحد، هتفرق يعني هو كمان. بقول لك مالوش لازم هفهمك بعدين. لا تعملوا كتير فين؟ لا تعملوا كتير فين؟ عملنا لكم ايه يا ابني؟ هي لسه عايشه لحد دلوقتي ازاي؟ قاعده دلوقتي ده ما هيصف. يلا يا ابني هات البيت وتعال. حرام عليكم، حرام عليكم، حرام عليكم. عملنا ايه؟ عملنا ايه عشان يسوفنا كده؟ هتعملوا ايه في البيت؟ حرام عليكم، حرام عليكم. مين اللي خبطها بالسكين؟ انا اللي خبطت؟ يعني يا اخي مش عارف تخبطها في قلبي ايه؟ السكينه جنب قلبي هات، لو اتحركت هتموت، وغيرك دي لو ما اتحركتش حتى دم هيتصف. طب يلا يا اخويا هاتها وتعالى يلا. سهله اديها كمان سكين. بقول لك ايه، ما حدش يعرف الحاج. خلص يلا، هات يا ابن البيت لما نخلص عليها يلا. حرام عليكم زبالة الغلبانة دي. اللي لسه شايف الدنيا كده عملت لكم ايه عشان تقتلوني؟ احنا كلنا عملنا لكم ايه؟ ده انا حتى اول مرة اشوفكم. يلا يا ابني يلا. يا امي، يا امي حصل فيها كده قدامك يا ابوي، اتحرشوا بيها وقتلوها وخدوا اختك قدامك يا ابوي. انت كنت بتحمل ده كله يا ابوي؟ طب بقول لي يا ابوي، بقول لي يا ابوي، ما كان كفايات يا ابوي بتتوجع القطر السرير دي. بقول لي يا ابوي. مش عارف بقول لك ليه يا ولدي، بس خايف ربنا يحاسبنا عشان كدبت عليك طول السنين دي. لو انه هو كده يحاسبني، انا مش مسامح نفسي يا ولدي، مش مسامح نفسي. عشان كده قلت اقول لك ان كنت تكرار قبل اموت تتحمل فراق يا ولدي. ابو خاف عدها مرضى، ابو خاف عدها، ابو خاف المحل ينسرق وما راحش مع امك. لو كان راح مع امك بالله ما كانش زي كل حصل يا ولدي. عشان كده بتحرقش قلبك يا ولد. حتى الدهب كان المفروض يضيع من 25 سنة، ويا ريته كان ضاع، ويا ريته كان ضاع وكنت لقيت امك. عشان كده ما تزعلش يا ولدي، دي عقاب من ربنا لي. بس انا راضي بس يسامحني وامك تسامحني وانت تسامحني. انا اللي قتلت امك يا رضا، انا اللي قتلت امك بمالي. ده كله بيتكلم وفاهم مش عارف. ده اكيد كاتب له حاج، عمال يتكلم بقالهم ساعة وجيت اخش يقول لي خروج. ده كله كلام بيتكلم وفاه ده. ابوكو اكيد كاتب لي الواد حاج بعد اللي عمله ضيع مستقبلك. اصل هو بيحب ابن الخدام، ابن الخدامة اللي اتزوجها علي وفكر ان هو كده فلة، هو كان السبب وقت في موت. واحنا هنسيبه مع ابويا جوه كده لحد ما يكتب له فين اللي احنا قاعدين فيه؟ ولو ابويا هيموت ولا حاجه ما نقعدش معاه؟ واحنا قدامنا حل يعني؟ ابوك حابب قبل ما يموت كده يقعد مع ابن الخدام. ابن الخدام الله يرحمه مطرح ما راح، الغالي على قلب. طول عمرك ده كان بيتكلم قدامك ده عليها كتير، اما يجيب سيرتك ده دايما في الخير. حرام عليك يا ما هي ماتت دلوقتي ما نصلح بيه. خلاص يا بنتي انت حرمت عليك عيشت، حكم انت من ضمالهم. انت اللي كنت كده عامله اخ دايم. ما تنساش ياما ان امه ميته وهو صغير، وكان له اخت كمان ماتت وهي صغير. وبعدين انا بحب ابويا واللي يحب ابويا انا بحب، ده مهما كان اخوي. اهو ضيعك اهوت يا اختي وضيعنا معاه. يلا اشرب اخوك بقى يا اخت. جورينا بقى هنزوجك حبيب القلب ازاي بقى ونجيب له شق زي ما كان بيقول. لما اخواتك ياخدوا حقهم بقى يبقى نجيب له شق. اللي ما حلتوش حاجه دي هو كمان. يا رب يخلص بقى ويخلص.
خلينا نلحق كده نقعد مع ابوك كده 5 دقايق قبل ما يموت. حرام عليك يا اما، انت بتقول ايه يا اما؟ انت عايز ابويا يموت؟ لا اكيد ما عايزهوش يا اختي، وانا عاوز اجي يموت؟ بس اديك شايفه قدام ابوك جاله جلطه وباين عليها هوت ان هو هيموت، ودي كله بسبب الشملوك بتاعه رضا، وفي الاخر هيقضي بقيت القعده كده معاه، واحنا الكلاب بقى مستنيينه ده كل. يا رب يا رب ما يعيش يا رب، يا رب مش عايزه يموت. ما تقولش كده يا ابوي، انت لا قتلت امي ولا حاجه. انا يا ابوي اللي كنت السبب في قتل امي، لو ما كانتش خرجت في اليوم دي، لو ما كانتش خرجت عشان تلحقني، وانا برضه السبب في تعبك دلوقتي يا ابوي. المهم يا ابوي تقول لي بالسلامه. انا ما كملتلكش كلام يا رضا، مش انت السبب ولا حاجه يا ولد، انت كنت كويس وما فاكش حاجه. ما اعرفش مين اللي كان مدبر ده كله يا ولد. مهما حصل يا رضا يا ولد، مهما كان الحاجة الله اتفرط فيه، لو قدامك تلحق روح بني آدم لو غريب، فرط في الحاجة يا ولد والحق البني آدم. الدهب ملوش قيمة تسوى موت، إنما الروح لو ماتت مش هترجع تاني يا رضا. لو كنت فرطت في الدهب وقتها يا ولد كنت بعد لحقت أمك وأختك. نفضل احنا واقفين كده يعني؟ نفضل واقفين نستنى القطر كده في الشتاء؟ يا عم لا خلينا نراقب الطريق بقى. شايف حد جاي من الناحيه دي؟ لا ما حدش جاي يا ابني، من الماء في البحر احسن. البحر لسه قدامنا كتير على ما نوصل، والقطر قدامنا نص ساعه على ما يجي. مش احنا هيجي ساعه كده في الشتاء كده عشان نرميها في البحر؟ نشغل دماغكم ما هو لا انت عايز تقتلها بمسدس ولا انا عايز اقتلها بمسدس. انا زي ما انا قلت لك خلينا نتمتع حتى كده بالمزارع وهي بتموت، وبعدين نشرب سيجارتين كده على ما القطر يجي. السيجاره دي عامله دماغ حلوه جو، انت كمان هتتمتع جو لما تشوف عيلك دي صغيره كده بتموت. الواحد قلبه يجيبه كده يقتل راجل كبير، ان هو ما يجيبوش كده يقتل عيل صغير، وغير كده القطر هيفرمها، مش هيعرفوا لها ملامح ولا يعرفوا لها اي حاجه، يمكن كمان يفكروا كلب ميت ولا حاجه. انما في البحر يا حلوه هتتنفخ كده وهتطلع تاني يوم الصبح. ليه ما يمكن السمك ياكل؟ ريح دماغك ريح دماغك واسكت بقى، كفايه اخركم كده اللي خلى الراجل يجي. يلا ما حدش جاي ولا شمال ولا يمين اهو، راكبوا الدنيا كده على مرحله وداها على السكه اللمه التانيه عشان القطر جاي عليها كمان نص ساعه. ماشي يا عم روح يلا خلينا نتمتع كده بالمنظر. انت قلبك جاح وانت قلبك حنين. انا ما عارفش ازاي مش عايزين تقتلوها بمسدس، بس يلا كده عايزين نفرمها. مسدس كمان هيعمل صوت يا اخوي، هو مفيش حل قدامنا غير كده بقى. سيبها هنا القطر يفرمها كده والكلاب تاكلها. لما كمل الاول قطعها حتت وخلاص. تعال المجري الواحد ينجر فيه يعمل كده. يلا امشي يلا امشي مش نقف على جنبك دي على ما القطر يجي. اسكت اصل السيجاره دي عامله دماغ ما اقولكش، انا دلوقتي فعلا مسمسي. بس هو دي ما تقولش ان الواد ده ناد. نادر من دي؟ ايه هو ناد الواد الخفيف اللي بيمر على سكه القطر. تعال انت هو وراه يجري كويس ما خدش باله من الكرتون. يجي انت هو قبل ما يلمح، مش عايزين نعرف احنا مين. مين الشباب دي؟ اكيد كانوا واقفين يحشش. خد انت هو لمحتك يا ولد، خد انت هو واقف هاد انت. اول ما يجي له شغلانه اقول له هروح اهوت الجو يشتي. يا راجل يا خال مالك كده مكبر الموضوع ليه؟ الكرتون اللي وقع هناك دي فين دي يا اخوي؟ اروح اشوفها دي يمكن فيها حاجه كده ربنا يرضينا بيه، ناخدها ونروح ما نشتغلش احنا تاني. اخويا هتلاقيها فاضي. تقولش فاضي اصبر ما اشوفها يا اخي. ايه تجري يا بيه؟ ما هياش فاضيه دي فيها حاجه وحاجه بتتحرك كمان. حاجه بتتحرك ليه؟ كنت تعبان ولا حاجه؟ وليه ما يكونش ده كرباط؟ اهو رازق وجري لحد عند اهو وكرتونه سخنه من تحت كمان يعني عندي ده كرباط. انا هاخده واروح انا بقى اروح انت تشتغل. الله توصل للمحطه دي بالدوره بتاعك السخنه دي، اما توصل هيكون مي. لا انا مغطيها كويس. ايه يا راجل؟ الكرتونه اللي هتلاقي على السكه دي فيها كرباط، وفي الشتا دي بالذات كان زمان رفص وطلع. بس هو دي اللي سماعه دي؟ يا راجل دي ما اشوف اللي في الكرتون. تضحك علي؟ اضحك عليك فيه يا راجل؟ انت ما اشوف اللي في الكرتون؟ انت ما سمعتش الصوت اللي طالع منها؟ دي عيل بيناز. عيل يا اختي اللي بينازق دي، سيب الكرتون. ايه اللي سامعه دي؟ زي ما انا قلت لك يا اخوي هتوريني هو. يا خبر يا حويس، الكرتون فيها عيل صغير. عيل صغير ايه؟ رجعها مكان رجعها مكان هج. رجع مكان ايه؟ يا حسنياني ده انا حاطه سكه القطر ده عشان القطر يدوس. بقول لك ايه خلينا نبعد عن الشر ونغني له. حط البت مكان روح حطها في سكه القطر وسيبيه. عمال صالح بيه. انا صالح بيه ايه؟ ايه يا راجل انت بتقوله دي؟ نسيبها تموت يعني؟ انا هروح شغل وانت حره بقى اعمل اللي تعمل ايه؟ وحاجه تاخدها البيت عندين. ناخدها ونسال عليها يا سيدي، واحنا هناخدها لربها يعني؟ هم اصحابها حاطينها قدام القطر اهم، تروح تسال عليها تعمل ايه بالسؤال؟ اسمع الكلام وحطها مكانها يا بيت. يا راجل يا ابني انت بتقوله دي؟ اعتبر ان بنتك مكان. حرام عليك حرام عليك يا ابراهيم انت بتقوله دي يا ابراهيم. يلا رجع البيت يا ابراهيم ناخدها البيت يا ابراهيم. رجع يلا معاي. سيب البيت قدام القطر دي في الشتا دي، خلي في قلبك رحم. بقول لك احنا مقضيين عيشتنا بالعافيه، عايز تجيب لها بلوه يقول لك احنا اللي خاطفينها يا اخت. يا راجل مين دول اللي هيقول؟ يا عيني عليك يا بنت، احنا اللي الحاجه واللي يقول. يا حبيبتي احنا واخدين جود عند ابوك بالعافيه يا حمام ومض، مربيين تلبلات بالعافيه، العيشه ماشيه بالزق معانا، مش ناقصين مشاكل كمان ويلبسونا تهم. روح يا ابراهيم الله يصلح حال، انا هاخدها ارجع بيت.
دول تحت يا اختي هيبوظ، وانت واخده 50 جنيه مني عشان تجيبيه. يبوظ يا ابراهيم، ما الحق البنت يا ابراهيم. لو رجعت لقيتها في البيت هسيب لك البيت وامشي، انا عايش معاك بالعافيه ومش طايق نفس، احنا عندنا 3 بنات وماشيين حياتنا بالعافيه، وليه انت؟ تكونش مفكر ان انت عايشه في اسره ولا حاجه؟ يا اخوي احنا هنرجعها لاصحابها واحنا ربيه. هنقعد نتكلم حد الصبح، انا ماشي. يا راجل خلي عندك رحمه وتعالش معايا الدوره. ان شاء الله ترميك سكت في القطر بق. لا اله الا الله، انا ما عرفتش جايب قساوه القلب ديت من ايه. استغفر الله العظيم، بكره تلاقيها تلقت من بارد، يا ترى محطوط تقديم من مات، كفتره ما هيش مبلوله جو، انا لسه محطوط. طب اعمل ايه في الدوره دي عشان ما فقدتش وخلاص، بس الطريق لسه طول وهتبرد مني. خص عليك يا ابراهيم، ما عندكش قلب. هلحق يا حبيبتي هلحق، ما تخافش مش هستغنى عنك. مش لما كرتونه واحطها على الدور، ايوه عشان تتدفى حتى بالسخونيه بتاعتي، ما فيهاش حاجه لو باظ ونرمي البهايم بتاع ابوي، فده احسن ما اروح زي دي تموت. يا رب استرها يا رب. الحمد لله انك بخير يا حاج كامل، اهم عشان انت بخير. يا رب صبر على فرقني، يا رب صبر على فرقني. ايوه انا فين؟ ايوه يا ابو رحم، انا كنت بحلم صح، انا كنت بحلم، بس انا اللي جاني في المكان دي. لا لا لا, لا مش بقول يكون بشحيل، مش بقول مش بقول طايتش يا حاج كامل، طايتش. الحمد لله ان انت بخير. بتخافيش يا رحاب، بتخافيش يا حاج حبيبتي. لا لا يا حاج كامل، لا ما تشيلنيش ولا تحركني، ما تحركنيش عشان اموت. انا بشيبك على رجلي السكينة كانت بتخف في قلبي، لو انت شلتني هموت وقتي، وساعتها هتفكر ان انت اللي قتلتني. اشوفك تموتي قدامك تموتك شيء. يا رب يا رب. متعيطش يا حاج كامل، انا شفت معاك احسن ايام حياتي، شفتش معاك يوم ندمت عليه يا حاج كامل. ياخدوا بنتنا ودوها فين؟ هم يعرفونا منين ولا عملوا عشان يعملوا كده؟ معرفش يا حاج كامل، بس انا سمعتهم بيقولوا هيقتلوني. يا رب يا رب، لا كده. الحمد لله ان انت اللي بخير يا حاج كامل عشان تربى عيالك. هم بقالهم قدام بتشي، بقالك قدام انا مع الارض كده. زمانهم مش بقالك ربع ساعة، لما انا عايزة اطمن يا حاج كامل قبل ما اموت، عايزة اطمن اشوف ولدي كويس ولا لا. رحنا على المستشفى يا حاج كامل. يا رب يا رب يا رب صبرنا يا رب. يا حاج كامل قبل ما اموت، الرضا هو اللي باقي لنا كده يا حاج كامل، خد بالك منه يا حاج كامل، وقف جنبه يا حاج كامل وما تظلموش، خد بالك منه بدل يا حاج كامل، ادينا حنان الأم والأب يا حاج كامل. ما قدرتش تخيل اللي بيحصل معانا دي. انا حاسس ان انا في كابوس واحد اصعب منه. ستي اللي كلمتني قالت ان ولد هيموت لو ملحقتوش. يا رب يكون عايش، يا رب يكون ربنا استجاب مني وهياخدني بداله، يا رب يكون عايش. ايوه حاج كامل. ايوه يا دكتور، الحقنا يا دكتور، خلي ساعة بتوع المستشفى يجي يلحقوني، الحقنا يا دكتور. خير بس يا حاج كامل، ايه اللي حاصل؟ خليه يطمنا ولدي قبل ما اموت. الحقنا احنا في العمارة المسكونة، مرتي مخبوطة بالسكينة. لا اله الا الله. خليه يطمنا ولدي يا حاج كامل. رضا ولدي عمل ايه يا دكتور؟ المهم دلوقتي انا هجيب الاسعاف واجي لك اهو، ولدك رضا كويس ما فيهوش حاجه، انا كنت لسه هكلمك اهو اقول لك تعالى خده بكره. المهم اللي كلم مرتي قال لها النبض بيموت. محدش كلمها ولا حاجه. يعني هيكون بين رقبتك دي. الحق مرتي يا دكتور، الحق مرتي هتموت. خلاص فاشل، انا هجي لك اهو.
10 دقايق هتلاقيني عند. ولدي كويس يا حاج كامل. ايوه كويس يا رحاب، ايوه كويس. الله يخليك يا رحاب، امسك نفسي امسك نفسك، بيقول لك 10 دقايق وهيبقى هنا. امسك نفسي، انا تحت كله غرقان دم يا حاج كامل. انا مش مصدق ان لحد دلوقتي لسه عايش. ربنا مدينا عمر لحد ما اطمن على ولدي. هتوحشني يا حاج كامل. اوحشك يا بس، خليك معاي انا محتاج. غصب عني غصب عني يا حاج كامل. اوعاك تفكر في الحزن يا حاج كامل، اوعاك تشيل نفسك الذنب. هو ده غلط كله، ده غلط. انا سبتك تروح لوحدك من الاول، كان يولع اللي محل باللي فيه. لا يا حاج كامل، ده مش غلط، ده قدر ومكتوب يا حاج كامل. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا لا يا رحاب، قوم يا رحاب، ما تموتش يا رحاب. لا يا رحاب، ما تموتش وتسيبني يا رحاب. انت هتبقى كويس، اصبر بس 10 دقايق. قوم يا رحاب، ما تسيبنيش. يا رب يا رب. مش باين لها كده زواج، بابا وامك ده قاعدوا يشتغلوا كده 100 سنة. شكلك ده هفضل زي ما انا مش هتزوج. شكلك ده ماليش زواج الا في الجنة. عندي 26 سنة وما اتزوجتش لسه. يا في واحدة سنة ما اتزوجتش. بنت خالي متزوجة كده على 18، وبنت خالي التانية كده متزوجة على 19، وكانوا بيقولوا عليهم مؤنس. انا بقى اكون عملت ايه بقى؟ ابقى عملت كده زي جبنة قديمة؟ لا زهقت في العيشة دي. مش معنى اني اتولدت كده لقيت ابويا كده فاجر وام. لا هو قاعدين كمان في مكان مش بتاع، قاعدين في ورثهم. ليه لسه اصلا ما كتبش ليه؟ انا ممكن في وقت كده اخوارك ده يغدروا بينك ده وياخدوه مني. مين اللي فتح الباب؟ دي يا بنت يا نجم. ايه يام؟ ايه اللي رجعك من الشغل يام؟ انت لحقت ايه؟ اتحرك يا بنت، هات المنقى من الجو. المنقى عايز ايه من المنقى يام؟ بقول لك امشي يلا. حاضر يام. يا رب تكوني كويسه يا بنت، يا رب ما يكونش لك بارد. حسبي الله ونعم الوكيل. تعالي يا يام، ولا مط عشان جرب ينتف. حط شويه بنزين ولعيه يلا يا واد. ماشي يام، انا نفسي اعرف فيها يام. انت بتضحكي؟ سبحان الله، طفله بريء. طلعت تضحك كده يبقى خير. يبقى انت كده ماسكه في الدنيا وان شاء الله مش هيحصل لك حاجه. اهلك رموك كده ليه؟ عملت ايه يا بنت انت اللي لسه جايه في الدنيا؟ انت بتكلم مين ياما؟ في حد صاحي فيهم؟ خلصي يا بنت بقى. ماشي يابا، انا ولعت اهو. انت لسه مخلصه جريت له اهو. سيبك ساعه كده ولا جاي يا بنت؟ خلاص اديني جيت اهوت ياما. يا ترى ايه اللي حاصل؟ ايه اللي في يدك دي ياما؟ دي عيله صغيره لقيناها على سكه الجات. يا سواد ياما. ايه يا بنت؟ واحنا كنا ناقصين وجايبها لنا ليه يعني؟ خلي في قلبك رحمه، ما تبقيش زي ابوك. خلي في قلبك رحمه. في قلبي رحمه؟ هو في حد بيشفق علينا ولا عنده رحمه؟ جايبها لنا ليه يعني؟ معقول هتربيها معانا ولا حاجه؟ يا بنتي اللي هنسال عليه واحنا ناقصين يعني عشان نربيه؟ هنسال عليها ونشوف بنت مين ونرجعها. ايوه يما كده فهمت، ترجعها يعني واهلها يعني هيدينا مكافاه صح؟ يا بنتي وانا بدور على مكافاه ايه؟ نقولها لك دي ياما، نقولها لك دي يمكن لابسه حاجه ولا حاجه ناخد. يا بنت اظبطي نفسك، ما تبقيش عامله زي ابوك. سيبيني ادفيه يعني. هو انت ياما عاجبك القعده بتاعتي دي؟ عاجباكي يعني؟ ما انا بدور على اي حاجه كده عشان اتزوج. قومي يا بنتي فيزي من قدامي قوم. وعلى كده بقى هسيب الدورك دي يبوظ. خليها معايا وروحي وزعيه. ده انا تبشت في عقلي ولا حاجه؟ خليها معاكي. وايه يعني اللي يحصل لما تسيبها معايا؟ وانا يبان عليا اني واخده طباع ابوي؟ بس انا نفسي يبقى عندي عيل ولا بنت برضه. بحن العيال الصغيره ياما. عارفه ان انا باين ان انا قاسيه دي، بس اعمل ايه؟ اعمل ايه كبير؟ كبرت واللي حواليها كله مجدها بتبقى عيالك دي وتتزوج. لكن هسيبها ترضيه. اصبري بس كده وصلي وخلي عندك صبر. حاضر ياما. يا وليه بقى اما اشوف لابسه حالك، لابسه اي حاجه، ما تعمليش حاجه يا بنت. قرش الحرام يا بنتي ما هوش حيل. ما تبقيش طالعه على ابوك. لو اتزوجت بقرش الحرام هتطلق. اسمع اللي بقول لك عليه. احنا طيرين حرام ولا حلال ياما؟ هاتي ياما هاتي. دخلنا حاسب شويه امومك دي اللي الله اعلم ما هشوفهم ولا لا. دي بتضحك ياما. ايوه انا من ساعه ما خرجت برضه من الدور كده كده بتضحك. السهرة ان ريحه الدور عجبتني. مش عارفه اللي هي فيه. طفله بريء لسه قلبها ابيض، ما تعرفش حاجه عن الدين. يا ريت ياما لو ما كبرناش كده وخلينا اطفال ما كناش شلنا اهم حاجه ياما. بنت تلاقي نصيبها تاخديه. انت اللي مستعجله كده وعايزه تتزوج. خلاص ياما قفل على الموضوع ياما، قفل على السير. خلينا نتامل فيها كده. انت يا حلو اسمك ايه بقى يا حلو؟ ايه رايك ياما اسمها ايه دي ياما؟ وهو انا مش عرفني اشم على ظهر ايدي يعني؟ هتعمل ايه ياما في الدوره دي ياما؟ هتبوظيه؟ يلا بقى من نصيب البهاي. البهاي هيجي يجري وراك تاخد منه 50 جنيه عشان تشتري من ابوك. جدي اللي ما عندوش قلب اللي يبارك الحاج. لم نفسي تغلط في جدك. ياما ما تجرسنيش ياما. تخيلوا كده ان هو اداني حقك دي وهو عايز. اداك حقي؟ ما اداكيش حقك ولا حاجه، دي ما يكون كتبهولي. هو قال لي دي حق وقال لاخواتك دي
قال لهم عشان ما يبقاش حرام عليا اقسم كده بعد ما اموت، وقال ان شاء الله يا بنت هينوبك اكتر من كده كمان، احترمي نفسك بقى. ماشي ماشي يما، ما عارفاش بتحب ابوك واخواتك على ايه برضه يا بيت. ما قلتيش بقى يما هيطلع اسمها ايه؟ ايوه توهي على انت قلت ايه؟ انا من نظرتي هيطلع اسمها خديك. ايه يما اللي انت بتقوليه دي اسم قديم جو يا اختي، هو اسم وحش ولا حاجه؟ ده على اسم امي حتى الله يرحمها اللي ما نفعتناش برضه. يا بنت اظبطي نفسي، الله يرحمها يما الله يرحمها. المهم بقى انا شايفه ان هي هيبقى اسمها فرح. ايوه عشان بتضحك كده، من اول ما شفتها كده ضحك. ايوه تصدق برضه ممكن؟ لا مش ممكن، ده اكيد هتدور ياما على اهلها مات، وانا مش مأمن ان انا اسيبها لك، بس هسيبها لك كده واخد لف. حاضر ياما ماشي. ايوه كده امنيل. حلف ان انت لو لقيت حاجه مش تاخديه، وانا عارف ان انت في الحلفان بالذات ما بتكدبيش. والله ياما لو لقيت حاجه مش هاخدها، ما تخافيش ياما هديها لك. ايه لسه حاجه بدري دي؟ جالك طلع من النوم يعني؟ واخده بالك من الحلقه اللي هي لابساها؟ لا ما خدتش بالي، هي لابسه؟ ايوه لابسه. ولا حد فيك عبرني؟ ايه اللي انا شايفاه دي؟ ايه يا مهبول، دي عيله صغيره شفت ايه يعني؟ ايه نجوى خلفتي؟ نحلمك حقك يا اختي، يا ريت يا اخت. يا مهبول عارفاش هتعجل المات، خليها مهبول احسن. وانا مش شايفه بقى كويس. لا شايفه عيله صغير. مين دي يم؟ انت اختك نجوى. ايه بقى يما؟ ما تقولي مين يم؟ اختي تبقى اقول لك بقى انا خارج، خدي بالكم منها باك. حاضر يما ما تقلقيش. انت شو يا بنت تقولي مين دي؟ بتم بيتك اظبطي نفسك، انا اختك كبير. طب ما تقولي مين دي طيب؟ بنتي. استخفاف الدم دوت مش حيل، وبالذات لما يكون على الصبح كده. يا ترى هيكونوا مش يساعد علي؟ انت صدقت نفسي؟ دي يا بنت امك جايه على السك، سكت القطر وجايباك تسال على الاهل. انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده اسكتي بقى. يعني عليها لسه جايه الدنيا بيرموها قدام القطر كده. ان شاء الله هكون وشها حلو علينا كده، وابوها وامك دي لما رجعك دي يدينا مبلغ، وان شاء الله المبلغ ده هتزوج بيه، يكون مش يساعد علينا كده. اسمع يا ولدي، انا كنت دايما بجيب لمرض الاولانية ده امك صبري، كنت بجيب لها دهب يام، كنت بجيبوا لها هدايا يعني، وكنت لما اجي اقول لامك هجيب لك زيها تقول لي ليه، بقيت تقول لي ليه من هنا واحط لها كده في البنك حق، لحد ما جمعت حق الشقة اللي احنا كنا قاعدين فيه وكتبتها باسمها عشان يبقى كده ما ظلمتهاش. الشقة دي من نصيب، انا كتبتها باسمها، الاوراق بتاعتها هتلاقيها فيه، مقولش لحد الكلام ده، يوم ما الدنيا يديك بيك كده روح روح اقعد فيها يا ولدي، وسامحني يا ولد ان انا مش هقدر اكتب لك حاجة عشان انا بخاف ربنا، لو انا حاسس ان العيال دي هتظلمك مش هتديك حاجة. انا سايب الوصية مع عمك برع، عرفه كويس ان انت ما كانش قصد، عرفش لحد دلوقتي تقريبا كده ما يعرفش حاجة. الوصية معاه وكاتب فيها ان الكل ياخد حقه وانت مهمل كمان، ولو ظلموك يا ولدي سامحني يا ولدي، سامحني ان انا مش هعرف اكتب لك حاجة رضا عشان ما اروحش عند ربنا اتحاسب. يا ابوي انت مش عايز تفهم ده يا ابوي، انا مش عايز حد غيرك يا ابوي، وانا ليا حد غيرك في الدنيا يا ابوي، انت بس قوم بالسلامة يا ابوي، قوم بالسلامة بس ليا يا ابوي. مفيهاش قوم يا ولدي، انا يا ولدي بدأت اشوف امك واختك قدامي، ودي شكلها نهايتي يا ولدي، عشان انت خد بالك من نفسك يا رضا، وعاك تسيب الدنيا تضحك عليك يا ولدي، الدنيا يا ولدي ملهاش عازة، ملهاش عازة يا رضا. شدتك امك كانت شغالة عندي في البيت، وقبل ما تموت وصيتنا نتزوج امك، شغلت امك عندنا على انها خدامة واتزوجت، وبعد كده لما لقيت صبري بتعملها وحش وديتها في شقة لوحدي عشان متحملتش اشوفها بتهزق. انا لما امك ماتت يا رضا انا شكيت في صبري عشان انا عارف ان هي مش هتقبل ان انا اتزوج عليه، بس هي ما كانتش تعرف اصلا ان انا اتزوجت، عشان كده اموت واعرف فين اللي عملت دي. قعدت ادور كتير يا ولدي عشان اشيب حق امك وحق اختك، بس ما عرفتش. كان نفسي اعرف منين واجيب حقي. مالك يا مالك؟ الله محمد رسول الله.
ابا ابا مال ابوي ماله؟ مالك يا ابوي؟ ماله يا رضا ابوي ماله؟ ابوي ما بيردش عليا ليه؟ ابا 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 ما تردش عليا ليه يابا؟ ما تردش عليا ليه يابا؟ رد علي. ابوي مات، ابوي مات ولا ايه؟ اللي يعمل غيرك يا ابوي، اللي يعمل غيرك يا ابوي، ما تسيبنيش ما تسيبنيش يا ابوي، انا ماليش غيرك يا ابوي، ابوس يدك يا ابوي، ابوس يدك يا ابوي. انا لله وانا اليه راجعون. مالكم كده محسين انتوا مش عايشين في الدنيا؟ بتعيطوا ليه؟ ابوكم عمره ما عمل حاجه غلط في حياته، وكلنا في الاخر هموم، وما عملش الا غلطه واحده بس الحمد لله اتصلح. ابا ابا انا مش مصدق، انا مش مصدق ابا يابا، انا مش مصدق يابا. انت مالك؟ يلا يابا يلا قوم، يلا يابا قوم بقى يابا، كفايه يابا جات قلبي. ودي يا سام ايوه يا ام. قاعدوا هيصوتوا، حرام ان هم يصوتوا كده ويعيطوا. خرجهم يلا كلهم عشان بس مبروك على الورق. خلاص ماشي يا ام. خرج مديحة ورضا بس ولا خرج كله؟ انت شايف قدامك اهو كله بيعيط، يبقى خرجهم كله. انا مجهز الورق معاي، يلا بسرعه جواه. ايه انت هو انت تقلبوها نكد ولا ايه؟ حرام لما تعيطوا كده وتصوتوا كده، وانتوا مش عارفين كده ولا ايه؟ نصوت ليه يا اخوي؟ نصوت ليه يا ابوي؟ ابوي تعبان وهيقوم اهو، وتقوم يابا. يلا انت وهي يلا بر، يلا يا استاذ انت هو، يلا يا عبد الستار، يلا خدوا بعضكم واخرجوا بره دلوقتي. يلا المفروض الميت دي يقعد شويه كده، ما حدش يصوت جنبه حد ولا يبقى فيها عيط جنبه. قوم يا بنتي يلا. قوم فين وسيب ابوي، قوم فين وسيب ابوي تعبان. يلا يابا قوم يابا معلش. هو مفيش سامع كلام ولا ايه؟ انا قلت يلا انت وهي بر، سيبوه شويه كده لوحده، لو لما تهدوا كده وتعرفوا تتحكموا في نفسكم كده خشوا له تاني. يلا اوعى توهي. انت هتنام يابا يعني واجرك تاني؟ انت نام شويه صح، اخرج طيب وابطل عيط كده. ايوه انا هبطل اعيط، انا هعيط ليه؟ انا هعيط ليه يابا؟ اخرج واجرك تاني. يلا يا دي انت وهو، يلا اخرج عيطوا بر. يلا يا عبد الستار، يلا يا دي انت. ايه يا رضا؟ بتعيط يا رضا؟ انت الشباب في ده كله يا رضا. مالوش لزوم الكلام. يلا يا ابن الغالي، يلا بره يا ابن الغالي، ما تعيطش على ابوه. اللي بتعمله ده يا حبيبي حرام. يلا امشي بر. سيبوني مع ابويا شوي. اسمع كلام احسن يا المام، الظاهر كده انت عايز تتضرب تاني، ارجعك لايام ما كنت صغير. حرام عليك، سيبوني مع ابويا شوي. نقول لك كده حرام، اوعى تسيبه. بقول انت كمان بتعصي اخوك الكبير. شدوا يا سامح من جلابيك دي، اخرجوا بر. يلا يا سام. انا قلت لك بالراح، والظاهر كده ان بالراحه مش نافع معاه. قوم اخرج يلا. توحشني قوي يابا، تقلقش يابا، انا دايما هكون جنبك يابا، حتى بعد ما تندفن يابا خليني جنبك واجي لك كل يوم يابا. لا ما تقلقش، هو انت كده مش هيبقى لك مكان عندين، يبقى نام هناك في التراب بقى جنبه برضه. امشي انت ما تشوفش نفس ده هتغدى. ما تقلقش يابا، ما تقلق يابا. يعني هو من نفسه كده من بعد الدفن ما شفتوش؟ ايوه يا ريت ما يظهرش، يكون احسن له يعني. يدفن معانا وبعد كده ما شفناهوش تاني. روحنا قلنا هيجي ولا حاجه عشان يكرش ولا حاجه، ما جاش. اصل هو عنده دم زي امه الغالي على قلب الحاج كامل. اهم حاجه يا اختي بديت وزن الامور كده، وتحاولوا كده يعني تمسكوا نفسكم، تحاولوا كده ترجعوا الامور كده زي اللو. ماشي يا سامح؟ عارف ان قلبك زي امك يا سامح، مال قصدك ايه يا خالي؟ يعني ما عنديش دما يعني؟ ايوه يا سامح مالك امال كده؟ امبارح كنت كويس واول امبارح. ايه يا خالي اللي مخليك مكشر كده؟ ده يعني بقول انت اللي طالع لي يعني. كنت بتعمل كده وما بفكرش ان انا ابويا ساب اثر صحيح. مش حاسه كده في حاجه ناقصه في البيت؟ ايوه تصدق في حاجه ناقصه برضه؟ رضا ابن الخدام. قلبك قاسي قوي. يعني هو انا يا اخويا قلبي قاسي من فراغ؟ انت عارف اللي فيها يا اخوي. عارف اللي فيها بس مش للدرجات، خلي عندك شويه حنيه كده. انت اكتر واحد عارف انا كنت بحب الحاج كامل قديه، بس من بعد ما اتزوج عليا وبقيت بكرهه قديه. ست ما انت عرفت بعد ما ماتت برضه، وانت عرفت لما جالك برضا كده وقال لك مرتي ماتت وقعد يتحايل عليكم كده يقول لكم هربيه في وسطكم. ايوه عندك حق، انا ما عرفتش الا وقتها كده. شد حيلك يا سامح، عايزك تملى كده المحل بتاعكم تاني. ابوكم برضه سايب لكم مبلغ حلو برضه تملوه. انا كنت بادئ من الصفر زي ما انتوا عارفين، انا عارف ان المحل بتاعي ما كانش يجي جنب المحل بتاعكم حاجه، بس معلش برضه في امل برضه. ابوكم سايب لكم يعني اراضي يعني وعندكم بيوت ومعاكم ملايين برضه، تعرفوا تفتحوا محل حتى على قدكم بديه زي. طلعت طيب قوي يا اخوي، طلعت طيب قوي يا اشرف. انت بتقلس يا صح؟ قصدك ايه يعني بطيب؟ لا ما فيش حاجه، مش قصد، بس انك هتعرف مع الايام اللي في دماغي صح؟ ما اشوفك دي هو ولا اللي في دماغك؟ قصدك ايه باللي في دماغك يعني؟ انا قلت لكم هتفتح محل على قدك دي، بتقولوا لي انا طيب، وانتوا واخدين فلوس من وراه ولا حاجه؟ كنتوا بتعملوا ايه؟ انت جربت اهو. جربت ازاي يعني؟ اصل هكلمك بعدين بقى في الموضوع دي. ايه يا حريم البيت؟ اللي يكون اللي في دماغي يا دول.
استنى بس كده ما اشوف الحريم مالها زعلانه ليه؟ معقوله دي كله سهل كده على الحاج؟ انتوا يعني ما كنتوش مبينين له يعني انتوا بتحبوه ولا حاجه؟ بعد التعب اللي عبد تعبه ده كله هنرجع للصفر تاني، هنرجع للصفر تاني يا حماتي. ايوه بقولك دي انا بقول برضه يعني مش معقوله تعيط للدرجات. وانت يا هبه مش زعلانه ليه يا هبه؟ البقاء لله والحياه قبل الميت. مش دي كلامك يا هبه؟ مش معقوله اللي انا سامعاه دي. انا يما مرساه على كل حاجه. ايوه بقولك دي بقى عشانك دي يا هبه. انا قلت برضه ايه اللي حصل لهبه؟ هبه اتحسدت ولا ايه؟ انا اعرف ان هبه بتموت في الدهب يعني زي حالات. ربنا يبارك لنا فيك ويخليك لنا يا حماتي. ماشي يا هبه. وانت يا لطفيه مالك دي حاساكي زعلان؟ تكونيش زعلان على الحاج يا بنت، انت وين عجناك وخبزاك؟ مش معقول حد فيكم كده يكون زعلان على الحاج. ولا انا غلطانه يا هبه؟ ايوه يا حماتي ايوه، انت مش تايه عنيه. هو المزاق اللطفيه بس ان الحاج يعني كان وعدها وعد دي ومات قبل ما ينفذوا لها، يعني لسه جايه لي وانا جوه دلوقتي. كان وعدك بيه يا لطفيه، ما تقلقيش يا لطفيه الوعد ده يتحقق. صح يما؟ ايوه كان وعدك بيه حلو. كان وعد يعني لو ناصر يعني انه هيجيب لي عربيه نوعك دي عامل 1.5 مليون. هتجيب يا اختي اللي انت عايزاه لو ب5 مليون. صحيح يما؟ ايوه صحيح. انا كده فهمت يا صبري. لو فهمت صحيح بقى خليها في سر. انت يا ما بتضحك علينا يا ما، هتجيب دي كله منين يعني انت؟ ده هو كده ما عادش غير 2 فدان اراضي وشويه فلوسك دي كانوا باقيين بتاع 20 مليون. هينفع مين بقى فين؟ هينفع مين؟ لا يا حبيبتي ده في فلوس الواحدة دي 50 مليون. وفعلا الفدانين قار. انت يا هبه انت في صف ودماغك شغالة زي حالات اللي انت عارفاها ما بينهم وما بين مفيش حرف واحد يطلع بره. انما يا حريم بقى انا هقول لكم احنا عملنا ايه بقى ولا ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى ان جالك دي مكالمة من شوية عرفنا الذهبات فين وهنجيب. صحيح يا ماتي، صحيح يا ستار. صحيح الكلام ده يا امي؟ صحيح يا امي. ايوه يا حبيبتي صحيح انت وهي. الحمد لله عرفنا مكانها وجينا لحد رجلينا النهارده. يا صابرين انا صحي. اسكت يا اشرف دلوقتي. حاضر ماشي، المهم انتوا لقيتوها يعني الحمد لله. ايوه يا اشرف شفت بقى النصيب؟ الحاج يعني مات من الصدمة على الفاضي، بس هنرجع نقول قدر ونصيب. يعني الكلام ده حقيقي؟ يعني الكلام ده حقيقي صح؟ شوف البت ضحكت ازاي مرة واحدة كانت بتعيط دلوقتي. يعني الكلام ده حقيقي صح؟ ايوه حقيقي. يلا يا ست زقطة دي يلا انتوا عبسطاه. اصل هيزوجك امارك دي اصل هو خير. الرجالة بتاعتنا كلها خير عقديه معرفش مالها النهارده. لكن اللي عاجبني فيكم يا حريمك دي انتوا قلبكم على المصلحة، واحسن حاجة فيكم برضه ان انتوا بتطوعوني في كل حاجة وكل كلمة بقولها ماشيين عليها بالحرف الواحد، وعارفين عقابكم بقى لو انتوا مشيتوش عليه، وبالذات الايام دي وبالذات لما تعرفوا كده ان كل حاجة تتكتب باسمي. صح يا صبرين؟ يعني انا هورث؟ يعني الكلام ده يا حمات؟ ما كنت خدته وشنكته ليه؟ وانت يا اخويا هتورث ايه يا اخوي؟ لما نفسك يا اخويا بلاش فضاي. وانت بتقول ان كل حاجة باسمك اهي؟ جدع يا صبرين. اسمع بس للاخر، ما مش كل حاجة باسمي يعني. الحاج باع لكل حاجة باع وشري. الفدانين الارض والفيل العيال مش هينوبها للفلوس بس، والذهبات والفلوس تحت يدي برضه. انا اللي همشي كل حاجة واقسم براحتي. وطبعا بقى انا مش عايز اوصيك محدش يعرف ان احنا رجعنا الذهبات. لو حد شم خبر هيقول لرضا ورضا هيلهف له كده شوية حلوين منه. ايه مالكوا فتحت بوجكم كده ما كفتوش ليه؟ اتخضيتوا لما انا عرفت كده ان انا همسك كل حاجة؟ لا يا حماتي انا على نفسي فرحان، ما تقلقوش انا مش هلغي وجدكم. هيبقى لهم تحكم كامل كده في حقهم كده، بس قبل ما يعملوا اي حاجة يشرون هنعمل كذا يم. واحدة عصيتنا منكم ولا حاجة في ثانية كده هخليه يطلق ويجيب غيرها تاني يوم على طول، واحنا يا حماتي ما نقدرش نعصيك. المهم بس يبقى زوجك دي عنده كده حر مال. لا من الناحية دي ما تقلقوش، بس زي ما انا قلت هياخدوا رأيي في كل حاجة، في الكبيرة قبل الصغير. وطبعا زي ما قلت لكم رضا ما يشمش خاب، وانا عارفة كويس ان انتوا مش عايزين يورث. ايوه يا حماتي هيورث في ايه؟ في حاجة مش من حقه؟ واخره ايه يعني؟ مش ابن خدامي؟ جدع يا بيت. ايوه ملهوش حاجة هنيه، كفاية بقى الله اعلم ابوه اداها ايه ولها فين. الحاج يا حماتي شي عالسير عندي يا بيت اللي جه. رضا رايح على قط لما يكون ليه جوضة هنيه. رضا يا ابن الخدام انت هادي يا رضا. كنت عند ابوي بقالي يومين عند ابوي. انا سألت انت كنت فين يا حبيبي؟ انا بندهلك عشان اقولك مالكش مكان هنيه. كنت عند ابوك بعد ايه بقالك يومين هناك بقى ما اكلت. ايوه بقالي يومين هناك ما اكلت ولا ايه نفسي حتى اكل. طب توكل على الله يلا اخر. ابوي كان حاسس ان ده هيحصل وانا كنت حاسس برضه، عشان كده مش متفاجئ. واقف ليه؟ يلا ورينا على الكتاف. عم برا معاه الوصيه بتاع ابوي. يعني معاه الوصيه بتاع ابوك يعني؟ عمك برا يا حلو الله يرحمه لما عارف ان ابوك مات جاله صدمه قلبيه. يلا روح زور صاحبك هناك يلا، درويش ولد عم. يعني عم برا كمان مات؟ خليه يدورك على الوصيه ولا حاجه يمكن يلاقيه، ولو لقاها ولا حاجه خليه يجيب لك كوبايه ميه معاه عشان تبلع تشرب ميت. ماشي كتر خيركم. ماشي ليه ما انت قاعد شوي؟ ولا صراحه تقعد في المكان مش بتاعك. يا حماتي الله يرحمك يا ابوي.
الله يرحمه. الدرجات كنت بتحب عم كامل. اول ما عرفت ان هو مات كده يجي لك سكتة قلبية تموت. طب واحنا يابا ذنبنا ايه يابا؟ احنا ذنبنا ايه؟ انا لحد دلوقتي مش مصدق يابا. دخلنا على تاني يوم اهوت ومش مصدق. مش مصدق ان انا ارجع بالشغل مش هلاقيك في وشي. مش مصدق يابا ان انت فارقتنا يابا. بس هقول ايه بس يابا، انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. شدي حالك يا درويش يا ولد، شدي حالك يا ولد، كله بيعد وكلنا في الاخر عموه. زرنا عم سليمان، حاسس ان رجليه مش شايلان. معلش يا ولد، ابوه كان صاحبه وحبيب واجدع راجل شفته في حياتي، وحقك تزعل عليه بس كفايه كده يا ولد. هي الدنيا ايه يعني غير يومين وكلنا في الاخر عموت يا ولد. الحمد لله يا عم سليمان، الحمد لله. الحياه بقى من الميت يا ولد. عيش حياتك ورا من اللي فات ورا ظهر، ما تفكرش في اللي فات يا ولد وعيش اللي جاي. ربنا يصبرنا على فراق يا عم سليمان، ربنا يصبرنا. اللي حصل لعمه واللي حصل لابويا ده كله بسبب رضا اللي انا كنت عامله زي اخوي. والجماعه كمان بيقولوا ان هو اللي سرق المحيل. انت قصدك على رضا ولد كامل؟ يا ولد عمي كلهم بيقولوا ان هو اللي سرق المحيل. بيقولوا له نسي يوميها وانسرق، وما هاش معقول يعني يكون سابق ده وانسرق ده يعني لوحده. بيقول لك اللي هو اكيد هو اللي سرق ودي اللي هيبقى عاملها عليه. المشكله في دي كل ان ابويا اللي ضاع في النص. المشكله ان ابويا اللي ضاع. طب خلاص ما تعيطش، ما تعيطش يا درويش، قلت لك يا ولد كلنا هموه. الحمد لله يا عم سليمان، الحمد لله. ما اعرفش ليه يا عم سليمان ما عادش في امان في الدنيا دي. انا لو شفته بكره اقتله كده، بكره اقتله بسبب ضاع ابويا وعمي. السلام عليكم. سلام ورحمه. انت لك عايز لحد هنا؟ جاي لحد هنا برجلك؟ انا جاي لك يا درويش يا اخي عشان اعزيك. اوعى يا مسلمان، اوعى يا مسلمان سيبني عليه. وانت ما تعرفش انت عملت ايه، انت مش عارف. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. تقتل قتيل وتمشي في جنازته. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. اوعى يا مسلمان بشرب دمه. وانا عملت كده قصدي يا ولد عمي. انت اكتر واحد عارف انا بحب ابوي قد ايه. وانا فاكر كويس ان انا قفلت المحيل. انا ما اعرفش ده حصل ازاي وانسرق ازاي. انا دلوقتي ما عادش ليا حد غيرك يا ولد عم. امشي من وشي، امشي من وشك الاصل يا حرامي. هو انت مصدق نفسك؟ انت مصدق اللي انت بتقوله ده؟ انت اللي سرقت المحل يا حرامي. انت سبب في قتل ابوي. انت قتلت ابويا ما ماتش كده عادي. اوعى مثل ما تسيبني. اللي قال لك الكلام ده؟ انا اللي سرقت المحل. انا اكون السبب في موت ابوي. حرام عليك يا درويش تقول ان انا عملت كده. انت عارفني كويس، انت عارفني كويس يا ولد عم. ده احنا اخوات من واحنا صغيرين كده متربيين مع بعض واخوات يا ولد عم. بقول لك امشي من وشي، امشي يلا، وما تقولش اسمع لسانك تاني. يلا امشي من وشي، امشي وقول لاخوتك امشي في وشي. خلاص يا درويش يا ولد عيبك دي، ما يمكن يكون مظلوم. مظلوم انت هو سبب في موت ابوي. اوعك تكون ولد عمك دي تاني. انا لا ولد عمك ولا اعرفه. قوم يلا امشي من هنا. قوم يا ولد دلوقتي يا ولد، قوم من وشه دلوقتي يا ولد عشان ما تمسكوش في بعض. انا عمري ما امسك فيها عم حاج، عشان انا طول عمري عامل اخوي، وكنت جاي اعزيه واتاسف له واحكي له ان اخوه مظلوم. اخوه ما كانش قصده ينسى المحيل، لا كمان ده وصل اللي سرقت المحيل. انا اللي قتلت ابويا يا عمي. كنت جاي اصبر واشيل هم واشيل هم، وحاطط في دماغي ان ده اخر واحد بقيلي. بس الظاهر كده ان انا خلاص ما عادش حد بقيلي في الدنيا من بعد ابوي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي، حسبي الله ونعم الوكيل. طب ما يمكن مظلوم يا درويش يا ولد. بكره تشوف يا عم سليمان، بكره تشوف لما الاقي يبان عليه مش مسامحه. حسبي الله ونعم الوكيل.